تخيل شخص يظهر من العدم ويطلع أسرار وخفايا تدمر مسيرة مستر بيست للأبد، وده اللي حصل من أسبوعين تقريبا. ظهر شخص على يوتيوب بفيديو بعنوان أنا كنت شغال مع مستر بيست وهو محتال، يعني كل مسابقاته عبارة عن كذبة. وغير كده في موضوع تاني أكبر من المسابقات، وهو عن صديق عمره واللي بيطلع معاه في كل فيديوهاته. في 2022 بدأ كريس يعمل حاجات غريبة ونزل صورة وهو ملمع ضوافره، ومن هنا بدأت بداية التحول، وكل طموحه إنه يروج لعملية تحويله ومجتمع الألوان. وفي 2023 في شهر إبريل نزل تغريدة على تويتر بيقول فيها إن مر شهرين على HRT وبالمعنى الحرفي هرمون الأنوثة، ورد مستر بيست عليه كان صادم جدا، والرد ده كان بيدعمه فيه هو وكارل صديقه برضه. واللي يصدم اكتر ان شركة يوتيوب نفسها دعمته، واللي كان بيدخل يقول مثلا ان عندك ابن وما ينفعش يشوفك كده، وغير ان الاطفال هتتنمر عليه في المدرسة. وملحوظة كريس متجوز وعنده ولد، بس فجأة قال إن هرموناته مش مظبوطة. المهم إن اللي كان بيقول رأيه كان مستر بيست بيتصدر ليه، ومراته نزلت تغريدة بتقول فيها تمام جوزي ألوان. بعدها بفترة طلقها، والموضوع كمان ما وقفش لحد هنا، لأن اتهم إن هو بيتكلم مع طفل عنده 13 سنة بكلام غير لائق لما كان عنده 20 سنة. المهم إن الكلام ده بقاله كتير جدا، بس فجأة في السنة اللي احنا فيها دلوقتي ظهر موضوع إن مسابقات مستر بيست كلها كذب. بعدها ظهر موضوع اتهام كريس، بس الموضوع اللي أخد أهمية كبيرة إن مسابقات مستر بيست معظمها مش حقيقية وعبارة عن مؤثرات بصرية، وكمان المشاركين في المسابقات تبعه ومتفق معاهم. وفي واحد من المشاركين كان طالع في مقابلة مع يوتيوبر وكان من الناس اللي فازت في أحد المسابقات، واللي عامل معاه المقابلة زنقه في الكلام وقال له كنت بتعمل إيه السنة اللي فاتت؟ قال له أشياء كتير عائلية. قال له أيوة كنت بتعمل إيه؟ قال له كنت بلعب مع والدي. قال له بتلعب مع والدك لمدة سنة لعبة الصيد؟ وازاي بتعمل فلوس وعايش ازاي؟ وماك فضل يتكلم معاه في مواضيع تانية علشان يتجنب السؤال، لان السنة اللي فاتت اللي هما بيتكلموا عنها كان معروف ان ماك كمشارك في المسابقة وهو في الاساس تبع مستر بيست بس بيمثل، بس اللي عامل معاه المقابلة كان عايز يوقعه في الكلام. وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش دوس لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تشوف الفيديوهات اللي بتنزل اول باول.